أحمد درش وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق. لا شك أن انعقاد هذا المؤتمر الذي لم يحدث من قبل أن عقد مثله على مستوى التمثيل لمختلف الدول والمستثمرين من كل بقاع العالم، والاستعدادات والإعدادات التي قامت بها الإدارة المصرية بغرض التحقق من أن يتم هذا المؤتمر في وقته وفي هذا الموقع بالذات، فهو أكبر دليل على مدى إصرار الشعب المصري وقيادته بتحقيق هدفهم من التقدم الاقتصادي والمرور من عمق الزجاجة التي نمر بها في الوقت الحالي. فهو أكبر دليل على إرادة الشعب وقيادته في تحقيق أكبر قدر من الإنجازات الاقتصادية في المستقبل القريب إن شاء الله. إيه نظرة حضرتك بالنسبة للمشروعات القادمة اللي بتشارك فيها الدول العالم لمصانعة مصر في الاقتصاد؟ لا شك، مع العالم أصبح قرية صغيرة يعتمد كل أجزائها على الأجزاء الأخرى، وهذا أمر طبيعي جدا أن يكون هناك استثمار مشترك يستفيد منه كل من يشارك فيه. فمصر تستفيد من الاستثمارات الأجنبية، وأيضا الشريك الأجنبي سيحقق فوائد وعوائد مجزية لهذا مثل هذا الجهد.